السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعلى الخير دايما يا رب، كلنا متجمعين. النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة من روايح الزمن الجميل، الكنافة بالمكسرات بالطريقة العادية جدا. بس في الأول نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أول حاجة هنبدأ نعمل السيرب أو الشربات بتاعنا. معانا هنا كوبايتين من السكر، الكوباية معايا 200 ملي اللي هو مج الشاي العادي خالص، وأحط عليه كوبايتين ونص من المية وأرفعهم عندي على النار. قوام الشربات انا عايزاه يكون عندي متوسط، اهم حاجه ما تخليش عندك الشربات يتقل. دلوقتي رفعتهم عندي على النار، وبعد الغليان على طول هحط معايا عصير نص ليمونه، وبعد 8 دقايق بالظبط هحط معايا واحده فانيليا وهقلبه وهطفي عليه. ما خدش معايا على النار اكتر من 8 دقايق بعد الغليان، والنار عندي متوسطه. معايا هنا نص كيلو من الكنافه، عليهم معلقتين كبار من السكر البودر، وعليهم نص كوبايه متسيحه من السمنه. هفركهم كده في بعض كويس جدا، واتاكد ان السمنه عندي متداخله في كل الكنافه، وان انا مقطعه معايا الكنافه حتت صغيره. هنا هجيب معايا الصينيه واحط فيها شويه من السمنه كده صغيرين مكترش، وهبدا اجيب معايا المكسرات بتاعتي. انا معايا هنا زبيب وجوز هند وسوداني، هقلبهم زي ما احنا شايفين كده. والاضافه بتاعتي انا هحط معايا سنه صغيره من القرفه، لو حابه تستغني عنها لو ما بتحبش القرفه مفيش اي مشكله. هقلبهم كويس جدا، ودي الحشوه بتاعتي. طبعا تقدري تغيري الحشوه باي حشوه انت عايزاها. دلوقتي حطيت معايا نص كميه الكنافه، وهبدا ان انا افردها كويس كده وادوس عليها معايا في الصينيه، وهنزل الحشوه بتاعتي. طبعا ريحه القرفه عامله شغل جامد، اللي ما بيحبش القرفه وحابب يستغنى عنها مفيش اي مشكله. المره دي عملنا الكنافه بالمكسرات، والمره الجايه ان شاء الله هنعملها بالكريمه، بتكون خطيره وطريه وجميله جدا. دلوقتي هبدا انزل معايا النص التاني من الكنافه، وهسويه معايا كده كويس، وهبدا ان انا ادوس عليه، وضروري ان انا ادوس عليه كويس جدا. دلوقتي معايا نص كوبايه من السمنه متسيحه، وهبدا ان انا اسقي بيها الوش علشان لما تخش الفرن يطلع معايا وشها محمر. بعد ما اخلصها هدخلها عندي الفرن على درجه حراره 200 على الرف الاوسط. هخليها عندي في الفرن لغايه لما وشها معايا يحمر، وهكون بالمنظر الجميل اللي احنا شايفينه دوت. بسم الله ما شاء الله، لونها روعه جدا. دلوقتي عندي الشربات بارد، كان عدى عليه في حدود ساعه. هبدا ان انا اسقي معايا الكنافه، وزي ما احنا شايفين قد ايه الكنافه بتشرب معايا الشربات، معنى كده ان الكنافه بتاعتي مظبوطه باذن الله. واسقي الشربات للكنافه اول ما تخرج من الفرن على طول، ما استناش عليها. زي ما احنا شايفين شكلها معانا، بسم الله ما شاء الله، خطيره جدا جدا جدا. طبعا سنه القرفه اللي احنا حاطينها برده من دي برده شويه من الريحه، ما شاء الله جميله جدا. انا دلوقتي سقيتها، وبعد ما اسقيها بدقيقه هقلبها معايا زي ما احنا شايفين كده على الناحيه التانيه. طبعا شكلها بسم الله ما شاء الله خطيرة جدا جدا جدا، ما شاء الله عليها، طالعة مظبوطة معايا جدا، ولونها وشكلها وريحتها حاجة خطيرة خطيرة خطيرة. طبعا اتمنى انتوا ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي عليكم في الكومنتات. زي ما احنا شايفين ما شاء الله حلوة جدا. طبعا شكلها من جوه عايزين نشوفها عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله، شكلها تحفة جدا، من جوه طرية ومن بره مقرمشة خفيف، حلوة قوي 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 قوي. اتمنى انتوا ان شاء الله تجربوها على طريقتي، وما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس علشان يصلكوا كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.